البارحة أخواني، فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما ماتت خلفت يتامى، الحسن والحسين وزينب، وأنتم أصحاب عوائل، ماكو واحد يطلع من البيت إذا ما تلتم عائلته حوله، خاصة إذا عندك بنية اسمها فاطمة، اسمها زينب، اسمها رقية، هاي اللي تقول لك بابا إذا رحت جيب لي وياك فد شيء، وأنا ترى منتظرتك يا أبوي. من تجي شوية أسرع المغرب توقف الأطفال على الباب، وعادة الأطفال إخواني خاصة إذا صغيرة 3.5 4 سنوات، إذا واحد ضربها بالبيت تقول إذا إجي أبوي إلا أقل ضربوني يا أبوي، هذا واحد ضربني على متني، هذا ضربني على عيني، فتجي تستقبل الأبو تقول له هذا ضربني يا أبوي أذاني. رقية هكذا تقول له عمتها زينب عمه لين تيجي أبوي، شو تعطل علي مشتاقت له يا عم. هناك بالشام بالخرابة خلوها. أذن تدري الطفل يقترب من الطفل، يجون أطفال يلعبون ويا رقية بالنهار، المغرب يجون الآباء يأخذون الأطفال. التفتت رقية عليها السلام كأني بها إلى عمتها زينب، صاحت عمه هذول وين يأخذون الأطفال؟ مو كنا نلعب سوا. قالت عمه ذول يروحون لأهلهم. قالت عمه اليوم نروح لأهلنا، هم يجي يوم نرجع للبيت نرجع للأهل. عمه مشتاقة لأبوي، أريد أبوي اليوم، عمه اعطيني أبوي، أنا رقية نام بحضنه يومية يا عمه، أريد أبوي يعطيني إياه. جابوا لها طعام قالت ما أريد طعام ما أريد شراب. من كثر شدة البكاء نامت السيدة سلام الله عليها بالليل، وإذا بالرؤيا وجهه مشرق، أبوها هذا حسين، ها أبوي اشتاقت لك يا أبوي من زمان ما جيت، خليني بحضنك يا أبوي، مد ايدك على راسي يا أبوي. نزعت له الدشداشة وطلعت متنها، قالت أبوي شوف السواد، أبوي أراويك بعد، شوف رجلي يا أبوي من الجبل، أبوي مو بس أني حتى عمتي زينة سكينة هم هيك أبوي. يقول قالها راح أجيك وآخذك من هاي الخرابة، وفعلا قعدت بالليل الخرابة ظلمة. يقول رقية قامت تشعل ضوء وقامت تكنس بالخرابة وتفرش. قعدن النساء والأطفال ها عم شكوا، تقلها قومي يا عم خل عدل دارنا، خاف على غفلة ويطب خطارنا. حيهم هلا بيكم، ماكو حياء ووقار مجلس الحسين والزهرة، الدموع على اليتامى، يتامى الحسين ذني. قومي يا عم خلنا عدل دارنا، خاف على غفلة ويطب خطارنا. يا عم نذر عندي لا يبي زارنا، لقطع الونة وانام في يا عم. أبوي قضيت العمر وياك عزيز ويصعب على الروح فرقاك. بويا شلون كلمة حلوة مالت البويا ويا الابن، ويا البنية. الله يساعد اليتامى. إخواني كلكم تنتظرون وأطفالكم ينتظرون بالليل أنت تتسوق تاخذ حاجة لبنيتك، خاصة إذا بنية تاخذ لها لعابة. أنا زرت رقية لقيت لعابات على الشباك، واحد يقول لي يقول وقف قدامها قال أنا كل شيء ما أطلب منك، جروح طابت يا سيدتي بعدك صغيرونه، كلكم تانيتكم أطفالكم. ويلي يا أبوي على اليتيم إذا مس المسه وصار الغروب. يمه وين أبوي؟ أرد أنام بحضنه يا يمه. أبوي الما قضيت العمر وياك عزيز ويصعب على الروح فرقاك. أنا أبويا حنيت بويا لذاك ملقاك يا أبوي. بعد بيكم مجال شوية هذا الحنين على اليتامى ويتامى الحسين. احنا نتأسى بيتامى الحسين، بعد اكو يتيمة بعد. يقول الحسين
الزهراء تأتي إلى خطيب من الخطباء تقول له ليش ما تقرأ قراية على الحسين؟ قال سيدتي أنا دوما على الحسين. قالت أصعب شيء على الأبو وداع عائلته، إذا وقف وقام يودع وصاح في مال الله، هاي تبوس ايده وهاي تبوس رجله وهاي تقول لابويا لا تطول علينا يا ابويا، ارجع لنا يا ابويا. يقول وقف الحسين ودع العائله، ودع الى ان انصرف على الفرس، واذا بصوت من خلفه ابا يا حسين قف لي قليلا. نظر واذا بها سكينه صاحت أبا إذا مو جسارة انزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين صاحت أبا اجلس على وجه الأرض. جلس الحسين صاحت أبا خليني بحجرك يا أبويا بحضنك يا أبوي. وضعها الحسين صاحت أبا امسح بيدك على رأسي كما تصنع برؤوس اليتامى. أبا بعد ساعة لا أجد إلا الصياط على منكبي. أبا لا أجد بعد ساعة من يمسح دمعتي. أبا لا أجد بعد ساعة من يمسح على رأسي. ويقول لا تخفي علي هذه راحتك لا بعد جي يا ابويا ان كان رايح هاي هي اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر. خاف طولت انا عندي كلام طويل. بيوم الأربعين واختم اجت زينب هم لليتامى هي والضعاف. يقولون زينب انا لقيت السيد الخوئي رحمه الله عليه يقول السيد الخوئي هو في زمن قرأت كتاب قبل 20 سنة تحول شعر زينب من أسود إلى أبيض ليلة 11 من المحرم. شافت العقيلة. يقول حتى من كثر البكاء اسألوا النسوان هلكم هذا من يمكن الإنسان يصير حتى بياض بعينه من شدة البكاء. 40 يوم خلى زينب حتى ما تشوف بعض. صاحت عمه وصلنا لكربلاء زين العابدين. قالها يا عمه وصلنا بعد إلى أن شمت ريحة كربلاء. قالت لهذا الحسين اندليته ما أجلت لمن ينوخون الناقة ذبت روحها على قبر الحسين. واحد من العلماء يقول تجلت الحقيقة لزينب. الحسين جثة بلا راس وزينب هناك واقفة بعيدة هي مستحية وهو مستحي. زينب مستحية منه شو تقول على ذيك البنية ما راح أقول باسمها وهو مستحي يقول كلفه فوق طاقته خالد. صاح زينب أم كلثوم وينها؟ قالت لها يا زينب. الرباب وينها؟ قالت لها يا زينب. ليلى وينها هي؟ سكينة وينها هي؟ قال زينب اكو بعض طفيلة صغير ولحمها وين؟ زينب وينها؟ زينب وين وديت رقية انا حبصات الامر علي. بطيتي يا بنت حيدر علي من زمان ما مريت بي. اشوف الضعن فاقد ابني. وينها زينب؟ اخ هنيئا لكم. اي والله موفقين هالدمعه. انا ارجوكم لا تمسحون دموعكم وتنود باوع الموسى الكاظم والجواد هنا ان شاء الله موجودين كلهم على اليتامى.